اهلا بكم في طاروت الامبراطور. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. الفيديو ده هيكون التوقعات العاطفية لبرج القوس، طاقة مفتوحة. قبل ما نبدأ الفيديو ادخلوا على التعليقات واكتبوا يا رب بنية الفرج. خدوا من الفيديو اللي ينطبق على حياتكم وسيبوا الباقي. برج القوس، انا شايف ان انتوا زي ما يكون عندكم بداية جديدة او صفحة جديدة. ممكن يكون بداية جديدة لعلاقة عاطفية، ممكن يكون بداية جديدة لنهاية خلافات ومشاكل، ممكن يكون ما بين المتجوزين كان في طلاق وهيكون في رجوع بإذن الله. بس انا شايف ان في حق راجع ليكم، في حاجة انتوا تستاهلوها. آه ربنا هيرزقكم بيها، في خير كبير جدا داخل حياتكم، في باب هيتفتح ليكم كله امل وتفاؤل وحب. انا شايف ان في حاجة ربنا هيكرمكم فيها، أو في حاجة انتوا كنتوا تستاهلوها، ويمكن ثقتكم في ربنا أو طولة صبركم زي ما يكون ربنا هيعوضكم. بس أنا شايف إن هيكون في حياتكم جود كارما، والدنيا هترجع تضحك لكم من تاني بعد فترة عناء انتوا كنتوا عايشين فيها. انتوا محتاجين تخلوا الماضي والمشاكل وأي حاجة في حياتكم ممكن تكون بتضايقكم ارموها ورا ظهركم وبصوا لبكرة، وما تبصوش تحت رجليكم. وبلاش الشعور ان الوضع اللي انتوا فيه مهما كان سلبي او مهما كان مؤلم ان هو ده الوضع اللي انتوا هتعيشوه يعني هيستمر معاكم. بالعكس، الكروت هنا انا شايفها زي ما تكون عايزة تقول لكم في بداية جديدة، فما تقلقوش. لان بعد اي تعب في راحة، محدش بيفضل يتعب طول عمره. فبلاش ان انتوا تخلوا الغضب او المشاعر السلبية ان هي تسيطر عليكم وعلى مشاعركم وعلى طاقتكم، وتخليكم زي ما تكونوا مكتئبين او تعبانين او يائسين. انا شايف ان انتوا محتاجين ان انتوا تهتموا بطاقتكم. مش اي حد ممكن يكون بيمر في حياتكم يعني تدخلوه حياتكم، او ان انتوا يعني تستهتروا فيما يخص طاقتكم ومشاعركم. لان اي حد انتوا بتتكلموا معاه او يكون موجود في حياتكم او انتوا يعني تفتحوا له قلوبكم، انتوا زي ما تكونوا بتجتذبوه. يعني بتجتذبوا من الشخص ده او بيأثر عليكم او بيأثر على طاقتكم، او ممكن تكونوا حتى بتمتصوا طاقته سواء كانت سلبية او ايجابية. فمحتاجين ان انتوا تخلوا بالكم من ان انتوا يعني بتدخلوا مين حياتكم، او بتتكلموا مع مين وبتفضفضوا مع مين، او مين الاشخاص اللي انتوا بتتعلقوا بيهم، ومين الاشخاص اللي انتوا بتثقوا فيهم وبتحسوا معاهم بالامان وبالدفء. وهل احساسكم صح؟ وهل انتم واثقين من احساسكم؟ انتوا محتاجين ان انتوا تتأكدوا وتتحروا بدقة قبل ما تفتحوا قلوبكم لشخص انتوا كتير عايزينه او حاسين بانجذاب اتجاهه. لان انا شايف ان في قرارات كتير ممكن تكون انتوا اخدتوها غلط في حياتكم، او ممكن تكون امور كتير انتوا مريتوا بيها، وكل حد انتوا ممكن كنتوا بتثقوا فيه او بتفتحوا له قلبكم او كنتم بتدوا مشاعركم، كنتوا بتحسوا بعد كده ان احساسكم ده كان غلط. وده بيخليكم بعد كده تخرجوا من العلاقة يمكن بطريقة منهكة أو بطريقة بتخليكم مش عارفين تقفوا على رجليكم من تاني، او حاسين ان انتوا تعبانين، او حتى مش بتبقوا قادرين ان انتوا تروحوا شغلكم، او حتى ان انتوا تواصلوا حياتكم اليومية بطريقة طبيعية. بس انا شايف ان الخير اللي جواكم او الطيبة او مهما كانت الحاجة الحلوة اللي انتوا بتدوها للناس من غير حتى ما تستنوا اي مقابل، ودايما انتوا بتبصوا للجانب الحلو اللي في الناس، وزي ما يكون بتتغاضوا عن المساوئ. يعني المساوئ او العيوب. انا شايف ان في خير كبير جدا هيكون في حياتكم، في زي ما يكون بدايات جديدة جاية لكم، في يمكن نهاية لمشاكل. في ناس كتير صحيح بتحاول ان هي تأثر عليكم او بتحاربكم، او زي ما يكونوا عايزين ياخدوا من طاقتكم او من مادياتكم. فانتوا محتاجين ان انتوا تخلوا بالكم من ان انتوا بتحطوا ثقتكم في مين. يعني خلي بالكم من الناس اللي حواليكم. انا شايف ان ممكن صحيح ان النص الاول من حياتكم كله كان تعب وكله مشاكل وكله يمكن محاربات ومنافسات، بس انا شايف ان خليكم متمسكين بهدفكم وما تتنازلوش عن حلمكم وما تتنازلوش عن الامنية اللي انتوا عايزينها تتحقق. لان انا شايف ان امنيتكم مثلا في السلام او في الرخاء او في السكينة او حتى في بناء اسرة، انا شايف ان هي هتتحقق. ومش بس أمنيتكم في العاطفة، ده يمكن كمان هيبقى فيه انفراجة مادية حلوة جدا هتبقى موجودة في حياتكم، وكل الأبواب اللي انتوا ممكن حسيتوا إنها مقفولة في وشكم زي ما يكون فجأة هتلاقوا إن كل حاجة متيسرة ليكم، وأي حاجة انتوا بتتمنوها بتتحقق بإذن الله.
أنا شايف إن ممكن يكون في زواج هنا أو استقرار، ممكن يكون صلح أو رجوع، بس أنا شايف إن أمنيتكم في العاطفة ربنا هيرزقكم بيها وهتتحقق بإذن الله. وإن كان في مشاكل أو صعوبات ومعوقات أو ظروف أو مسؤوليات، أنا شايف إن بالحب اللي موجود ما بينكم هتقدروا إن انتوا تتحدوا أي مشاكل ممكن تقابلكم يعني وتهزموها. ويمكن دي المرة الوحيدة اللي انتوا هتحسوا فيها إن إحساسكم كان صح، وهتعرفوا ان ثقتكم بربنا ما راحتش هدر، وان انتوا ما اتخذلتوش لان انتوا فعلا حصلتوا على اللي انتوا عايزينه. وزي ما يكون في فرحة كبيرة جدا مكتوبة لكم وخير كبير جدا داخل حياتكم، ويمكن اكتر من اللي انتوا رسمتوه لحياتكم. انا شايف كمان ان ممكن يكون في انفصال او بعد او حتى طلاق ما بين المتجوزين، وكل المشاكل والخلافات دي هتنتهي. وزي ما يكون هيبقى في سلام وراحة نفسية، وهيبقى في توازن، هيبقى في في حياتكم. حتى لو كنتم فقدتوا الامل او حسيتم باليأس والاحباط من اللي انتوا بتتمنوه ممكن يتحقق ان هو يتحقق. انا شايف ان هيكون في جود كارما في حياتكم وخير كبير جدا انتوا ممكن تكونوا فقدتوا الامل فيه، او حسيتوا ان مش ممكن يعني ان هو يكون ليكم. بس ربنا يعني هيرد لكم حقكم في الوقت المناسب. في شخص هنا كتير بيحبكم، وزي ما يكون عارف قيمتكم ونفسه ان هو يكون معاكم. بس الشخص ده زي ما يكون ما بيحبش ما بيحبش ان يبقى في حد يتدخل ما بينكم، او ان انتوا تتكلموا وتقولوا اسرار العلاقة بره، يعني تطلعوا اسرار العلاقة ما بينكم بره لحد. انا شايف ان هيكون في انفراجة حلوة جدا في حياتكم، وهيكون في رجوع للعلاقة باذن الله. ولو في انفصال والشخص ده ولو في انفصال ما بينكم، انا شايف ان انتوا هترجعوا من تاني وهيكون الامور ما بينكم احسن من الاول بكتير. والشخص ده باذن الله هيجي ممكن بعرض ارتباط وزواج باذن الله، فتفائلوا خير. لو عجبتكم القناة ما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة.